من دون شك كل واحد منا غيبغي يدير واحد القراءة ديال المقابلة ديال المغرب مع إسبانيا يوم الثلاثاء. وتنظن بأنه الجمهور المغربي باقي تيتذكر المقابلة ديال 2018. يمكن نقول بأنه المقابلة ديال 2018 تختلف كما تعرف الجمهور على المقابلة ديال يوم الثلاثاء. المقابلة ديال يوم الثلاثاء هي مقابلة ديال ثم النهاية، هي مقابلة الفريق غيمشي لربع النهاية. المقابلة اللي فات في 2018 كانت مقابلة من أجل التأهل بالنسبة للمنتخب الإسباني، وبالنسبة لنا كانت مقابلة لإثبات الذات. هذيك مقابلة قدمنا فيها عرض جيد، والظروف ديالها ما نرجعوا لها شيء لأن حنا بصدد الحديث على مقابلة أخرى من نوع آخر. شنو اللي يمكن القاسم المشترك؟ القاسم المشترك بين المنتخبين، الفريق الوطني المغربي تقريبا عنده 6 ديال اللاعبين اللي كانوا في 2018، هو نفس العدد ديال اللاعبين اللي كانوا بالنسبه للمنتخب الاسباني. كاين جوج ديال الجوانب نهضروا عليهم، نهضروا على الجانب التقني والجانب يمكن نقول النفسي ولا الظروف اللي غتجي فيها المقابله. الفريق الاسباني انهزم امام المنتخب الياباني. صحيح انه الهزيمه ديالو كانت مفاجئه، ولكن ما نساوش بانه في الوقت اللي كان منهزم المنتخب الاسباني وكانت كوستاريكا منتصره، كان الفريق الاسباني مقصي، بمعنى انه عمليه استبعاد الاستهانه بالخصم ما موجوداش. اللي غيبان هنا هو انه الفريق الياباني عرف كيفاش يحد من الخطوره ديال الفريق الاسباني، والامور التقنيه غنرجعوا لها في المحور الثاني من هذا الفيديو هذا. المحور الاول هو الظروف اللي تتجري فيها المباراه. الفريق الوطني المغربي عنده اشاده كبيره، قدم مقابلات بين فيها انضباط تكتيكي كبير، هناك واحد العزيمه، هناك واحد الرغبه. في المقابل الفريق الاسباني الفريق معليش اجماع، وان كان انه عنده مجموعه من اللاعبين شباب عندهم موهبه، ولكن كانت هناك مؤاخذات على المدرب لانه كاين بعض اللاعبين اللي كان بامكانهم يكونوا. على كل حال هذه امور داخليه بالنسبه للفريق الاسباني. اذا العامل النفسي هنايا تيلعب بشكل كبير. التعادل والطريقه باش لعبنا في المقابله ديال 2018 غتبقى اما بالنسبه للاعبين اللي كانوا لاعبين او بالنسبه للاعبين اللي كانوا تيشاهدوها في التلفازه، وان كان كاين فيهم اللي كتبقى يلاه عنده 14 سنه. باش نرجع للجانب التقني في هذه المقابله، قلت بانه الفريق الاسباني كان مسيطر او كان محتكرا للكره بشكل اكبر امام المنتخب الياباني. وحنا غنمشيو واحد المقابله الاخيره، المقابله ديال كوستاريكا. هذيك مقابله بينات بانه الفريق الاسباني احسن ما دير له هو انه غنقولوا المنافذ ما خصكش تخليه يشجع لك في الاول، حيت الا مشيتي مشجع لك في الاول وبحثتي على يعني تقلب على التعادل، في هذه الحاله هذه تيكونوا اللاعبين ديالو اكثر ارتياح لانه عندهم مميزات هو انه امتلاك الكره بالنسبه للاسبان، خلينا نقول هما في الدرجه الاولى يمكن حتى اكثر من البرازيل. كاين جوج ديال الفرق اللي عندهم اللاعبين ديالهم الا احتكروا الكره او الا خداوها صعيب تحيدها لهم. يمكن نضيف واحد القضيه اخرى يمكن تفاجئ الجميع، هو انه كاسميها الضعف ديال المنتخب الاسباني في القوه ديالو، بمعنى انه الفريق الاسباني القوه ديالو هي امتلاك الكره، ولكن امتلاك الكره تيبغيو يدخلوا بها المنطقه الجزاء بواحد الاسلوب معين، اي انه التمريرات القصيره. الا كان فريق منظم بشكل كبير وخا الفريق الاسباني ما تيستطعش انه يتحدى الخطوط ديال وسط الميدان والدفاع، تيبقى دائما بنفس الاسلوب. فريق ما تيبانش عليه بانه تينهج التمريرات الجانبيه، لانه عنده لاعبين ما عندهمش قامات طويله وما عندهمش لاعبين بدنيا يمكنهم يتنافسوا القوه ديالهم انهم خصهم يمتلكوا الكره. الا شديتي عليهم منافذ تيبقاو دائما بنفس الاسلوب، ولكن خصك دير الاحتياط لانهم عندهم امكانيات كبيره باش يخترقوا، يعني معتمدين على ذاك الفنيه ديال اللاعبين. عامل اخر فيه الجانب النفسي وفيه الجانب التكتيكي. بالنسبه للفريق الاسباني، حنا دابا تنبحثوا على الفريق الاسباني اللي غنلعبوا معاه، اما الفريق ديالنا حنا عارفينه. الفريق الاسباني عنده لاعبين ما خصناش نشوفوا فيهم على انه المنتخب ديال اسبانيا شبيه بالمنتخب اللي فاز بكأس العالم. علاش نقول هذا الكلام؟
حيت ما نساوش بانه اللاعبين اللي عندهم، فاتي عنده 20 سنه، بالدي عنده 19 سنه، غافي عنده 18 سنه، بيدري عنده 20 سنه، ويليامز عنده 20 سنه، طوريش 22 سنه. بمعنى انه اللاعبين تيلعبوا في منتخب كبير، ولكن لا اعتقد بانه هاد اللاعبين وصلوا لواحد الدرجه من قوه الشخصيه. ممكن تكون انا غير تنقول بانه في 18 سنه الانسان تيكون يعني الا كان في وسط اللعابه كلهم عندهم تجربه ما كاين مشكل، ولكن لما تيكون الفريق كله 18 19 20 سنه فهذه غتكون شي حاجه اللي هي يعني كنسميها غتكون شي حاجه نادره ان يكون عندك فريق في هذا السن هذا ويمشي بعيد. انا ما تنقللش من هاد اللاعبين، المهارات ديالهم ما لا تضاهى، ولكن غير الثقل ديال المقابله والحجم ديالها والظروف اللي غتجرى مع منتخب مع الفريق الوطني المغربي. هما تيشوفوا بان الفريق الوطني المغربي بالنسبه لهم اقل خطوره من المانيا واقل خطوره من فرنسا واقل. ممكن هذا الشيء هذا يكون في صالحنا، ولما لا؟ اذا انا غير باش ندير واحد العمليه اللي غتبين باللي الفريق الوطني المغربي بامكانه يخرج بنتيجه ايجابيه، هو انه يحافظ على الانضباط التكتيكي. لا اعتقد بانه الفريق الاسباني غيبدل النهج ديالو. اذا شنو بالنسبه لنا حنايا؟ بالنسبه لنا انه وليد الري غيكون عارف بانه وسط الميدان ديال اسبانيا يعني اي فريق تيلعبوا معاه فهما تيمتلكوا الكره. يعني ما تبتش لي بانه الفريق الاسباني لعب مع اي منتخب هو راكن الدفاع، ما تيركنوش الدفاع لانه عندهم امكانيات باش يشدوا الكره في وسط الميدان. اذا حنا الملء ديال وسط الميدان بانضباط تكتيكي مزيان، عندنا لاعبين الان بينوا على امكانيات وللحد من الخطوره ديال الخصم، فهذا جانب ايجابي. تيبقى حنا واش غنلعبوا الحملات المضاده، الظروف ديال المباراه اللي غتحدد. يعني غير من كما تنقول ما نخليوش فرصه للاسبان انهم يسجلوا، لانه الفريق الاسباني الا سجل تيرتاحوا اللاعبين. علاش؟ لانك تولي عاطيهم مساحات. هما لاعبين تيلعبوا كره قصيره، ممكن يديروا تمريرات قصيره في 10 متر مربع يكون فيها 6 لعابه ويمروها بيناتهم، تيخرجوا الكره من الضيق. ما هما هذوما الاسبان معروفين تيخرجوا الكره من الضيق. اذا الا انت غالق لهم منافذ وتيمروا الكرات، فما بالك الا خليتي لهم المساحات. الا خليتي لهم المساحات غيديروا ما بغاو. اذا انا بالنسبه لي الطريقه باش نلعب اليابان طريقه مثاليه وتلعبوا بها. لعبنا مع بلجيكا ولعبنا بها مع كرواتيا. يمكن مع المنتخب الاسباني خصها تكون اكثر قوه اكثر صرامه. علاش؟ لانهم الاسبان عندهم هذه الميزه هذه وهذه قوتهم. الجانب الاخر هو انه حنا غادي نعتمدوا، لا اقول نعتمدوا الحملات المضاده، لان الظروف ديال المقابله ما عرفناش كي غتبان. غير في البدايه غيبان بانه الاسبان عندهم امتلاك الكره مع اي منتخب. اذا لا يعني انك تمتلك الكره راك غتنتصر. والمثال عندنا هو القريب، هو ديال اليابان. كانوا منضبطين تكتيكيا، كانوا الاسبان تيحاولوا من اليمين من اليسار، بحال داكشي الكرات اللي تيديوها من اليمين ويجيبوها للوسط يديوها لليسار، ما لقاوش اي المنافذ. الحملات المضاده اللي تكون سريعه عطات اليابان 2 ديال الفرص او 3 ديال الفرص او 4 ديال الفرص على اكثر تقدير، ولكن يسجلوا من 2 ديال الاهداف وخرجوا منتصرين. حنا بصدد مقابله اللي تنبحثوا فيها على الفوز باش ننهيو هذا الامر. الان ماشي قضيه ديال الفرجه ولا متعه، القضيه ديال انني واش غنعتمد على الامكانيات القويه ديالي او انني نحد من الخطوره ديال الخصم. اول شيء نحدوا من الخطوره ديال الخصم، ثانيا عاد البحث على الامكانيات باش نفاجئ الخصم. صحيح انه المنتخب الاسباني من اقوى المنتخبات، ولكن خصنا نمشيو على اساس انه الفريق الوطني المغربي عندهم اللاعبين اللي بامكانهم يخلقوا المشاكل لا على مستوى الهجومي ولا على مستوى الانضباط التكتيكي. وتنظن بانه المقابله ممكن تكون في صالح الفريق الوطني المغربي. غير نفوتوا داك الثلث ساعه 4 ساعه الاولانيه، ثلث ساعه تمشي الامور بسلام. تظن لي بانه بامكاننا اننا نخلقوا متاعب للمنتخب الاسباني، اضافه للحماس الزائده اللي كاين عند اللاعبين الان. يعني ماشي الهدف ديالنا كان هو التاهل، الهدف ديالنا كان هو التاهل طبيعي، ولكن اللي تيبقى داك الطموح ديالنا نحققوا افضل من الشيء اللي تحقق في 86، وهذا حق مشروع وبامكاننا نحققوه مع المنتخب الاسباني.